اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك. ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى من واسع ملكك. يا رب، اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا قريبا غير بعيد، يا صاحب كل وحيد، أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع طريق، فأنت عوننا على دفع كل ما لا نطيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهارده جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو عشان كل ما انزل فيديو تتفرج عليه ويوصلك اشعار بيه. فتعالوا كده معايا ندخل في تفاصيل الفيديو ونشوف احنا عملنا ايه ولسه هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين الكرنب بيضه مقطعاه من بالليل وبحطه كده بالصينيه زي ما هو كده في التلاجة، بيكون انا سلقاه من بالليل وعامله الصلصه من بالليل. فزي ما انتم شايفين كده كنت برضو مطلعه البطه اللي على الحوض ديت برضو من بالليل علشان يكون فكه معايا وما تاخدش معايا اي وقت. وولعت على الحله على النار وهحط على البطه شويه ميه عشان تفك معايا بسرعه برضو، لان انا طلعتها في الليل بس في وقت متاخر. وزي ما انتم شايفين كنت مطلعه الخضره برضو غسلاها ومظبطاها، وهجيب طبق بقى عشان اخرطها واظبط الدنيا واطلع الصلصه معايا تسخن معايا، لان الصلصه كان في التلاجة فهطلعها على النار تسخن معايا. وهنجرب مع بعض طبعا المقص اللي انا جبته في المشتريات اللي انا وريتها لكم. فزي ما انتم شايفين معلش مش شخبطه اللي على ايدي ديت، بس كنت بجرب القلم كده اشوفه انه قلم احلى من التاني يعني، عشان كان ابني بيمتحن. فزي ما انتم شايفين كده بجرب المقص زي ما انتم شايفين، بس المقص عايز شوية صغيرة بشوية صغيرة، او عايز الطرف بتاع الخضار، مش عايز الكمية اللي قدام دي كلها، فبياخد حاجات بسيطة جدا. فانا هسيبه واجيب السكينة الحامية اللي عندي واعمل بيها اسرع يعني، لان السكينة معايا حامية جدا جدا. وفي الخضار بقى ما اقولكوش، شايفين السرعه بتاعتها وشايفين هي حاميه ازاي. بحبها جدا لانها بتنجزني في الاكلات وفي الحاجات السريعه، وبحب استخدمها. كنت الاول بستخدم واحده، بس لما جبت ديت حسيت ان هي احلى واسرع كده ما اتعودت عليها يعني. كان ب35 جنيه. فزي ما انتم شايفين خفيفة جدا في الايد، بس لو الواحد ما اخدش باله منها ممكن تعوره لانها حامية. فزي ما انتم شايفين كده بتنجزني برضو في حاجات كتيرة جدا في كل حاجة يعني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي خلصت طبعا الخضار وهلم كل حاجة عملتها، وأندار كده اشوف المية غلت ولا لا واسقط فيها البطة. زي ما انتم شايفين كده اهو المطبخ اهو، روقت كل حاجة مكاني. هحشي الزور بتاع البط لان الاولاد عندي بيحبوه جدا. وزي ما انتم شايفين كده حشيته وهسقطه مع البط يعني. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ادي البطة اهي، ونزلت طبعا شوية شوربة يعني، وحطت طبعا عليها التوابل وحبات طماطم كده قطعتها نصين وبصلة. زي ما انتم شايفين بقفل زور البطة بخلة الأسنان لو عندي خلة أسنان أو العصاية بتاعة الشيش طاووق. فزي ما انتم شايفين بسيبها متوربة كده طبعا عشان تطلع كل الروايح الزفرة اللي فيها. ودي طبعا الصلصة بتاعتي طلعتها كده وبقطع عليها على الهادي كده بحيث ان هي تتدفى معايا، بس مش اللي انا اخليها سخنة قوي، لا تتدفى معايا. وجيت هنا بقى عشان اجهز طبعا الخلطة بتاعتي اللي هي عبارة عن الرز بتاعي والخضار وشوية زيت. وفي ناس بتحط لو حابة تحطي بصلة تبشريها كده وتحط البصلة، وبحط شوية كمون وشوية فلفل اسمر وشوية ملح.
وبجهز طبعا الخلطة بتاعتي بحيث يكون كل حاجة جاهزة. لو انتي ما حطيش شطة في الصلصة، حطي شطة مع الخلطة دي. فزي ما انتوا شايفين كده بقلبها كده تقليبة حلوة كده علشان كل حاجة تتبل مع بعضها، وبعد كده بجيب الصلصة بتاعتي وانزل بيها. لو انت شايفة ان الخضار بتاعك شوية على الرز، زودي شوية خضار تانية، خلي معاك شوية كده في على جنب كده، زوديهم لو انت حاساه ان هو شوية. فزي ما انتوا شايفين ادي الخلطة اللي انا عملتها، وادي الصلصة بتاعتي. وبرضو بسيب شوية صلصة على جنب كده عشان لو اتبقى معايا ورق يكون معايا صلصة ويكون معايا خضار، واعمل شوية رز كده على قد الورق اللي اتبقى معايا. فزي ما انتوا شايفين كده بسيب. ولو ما اتبقاش معايا بروح جايبة الصلصة اللي اتبقت معايا ديت وحطها على وش المحشي من فوق. زي ما انتوا شايفين كده بتدوقي طبعا، وكل ما بتحتاجي ملح بتزودي. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بجيب الحلة معايا اهي بيكون ناشفة، وبحط فيها شوية زيت في القعر بتاعها، وبجيب طبعا الفرشة اللي انا هفرشها للمحشي. بروح جايبة الورق الاخضر اللي انا مش محتاجاه قوي، وبنزل بيه كده في القعر بتاع الحلة، بفرده كده، بعمل لها فرشة كده للمحشي. زي ما انتوا شايفين. لو مش عايزة تحطي الورق ده، حطي الحاجات اللي انت بتطلعيها من المحشي، العروق اللي انت بتطلعيها من المحشي. فزي ما انتوا شايفين العروق اللي هي الحتت الصغيرة دي. بس انا مش كنت عايزة خضار كتير الفه يعني في المحشي، لان اولادي ما بياكلوهوش قوي. فزي ما انتوا شايفين كده حطيت الفرشة كده، وبحط شوية خضار من بتاع المحشي، وبنزل بطماطمايه كده بقطعها شرايح، وبنزل طبعا ببصلة صغيرة كده برضو بقطعها زي نظام الأجنحة كده، ونص قرن فلفل كده برضو بسيبه في القعر كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وبتوزعيهم طبعا في جميع أنحاء القعر اللي هو بتاع الحلة. زي ما انتوا شايفين كده بوزعها كده في الأطراف، علشان طبعا يكون المحشي مفروش فوقهم كده، يكون المحشي فوقهم بالظبط. فزي ما انتوا شايفين خلصت كل حاجة وظبطت الدنيا، وهبدأ ان انا الف المحشي واولع عليه. اليوم ده كان يوم جمعة، فلازم يطلعوا من الصلاة كده يكون الاكل كله جاهز. زي ما انتوا شايفين البطة استوت، ومعايا شوية اطباق في الحوض، وادي المحشي اهو لفيته، وهبدأ ان انا احط عليه الشوربة عشان طبعا اولع عليه على طول، واشوف ورايا ايه واشطب المواعين اللي في الحوض. فتعالوا كده معايا نحط الشوربة على المحشي ونشوف هنظبطه ازاي. زي ما انتوا شايفين بشيل وش الشوربة كده اهو، واحطها على المحشي على طول لحد ما يغطي لي الوش بتاع المحشي من الدرجة اللي تحت، يعني الرصة اللي تحت. وطبعا برجها زي ما انتوا شايفين كده لحد ما استكفي بالنسبة اللي انا عايزاها، وبعد كده اولع عليها واغطي عليها. وبلف كده اروح على البطة طبعا علشان ادهنها معاكم بالسمنة البلدي، واحطها تحت الشواية. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ما بقتش احمر في الزيت، بقى اختصر كده واروح عاملاها كده بالسمنه البلدي وحطوها تحت الشوايه على طول. طبعا نقلتها من الطبق اللي كانت فيه وحطيتها في الصينيه ديت عشان الصينيه ديت تستحمل الحراره. فزي ما انتوا شايفين بجيب معلقه سمنه بقى وادهن وش البطه كده، وطبعا كده كده السمنه اللي بتنزل منها بتنزل في قعر الصينيه اللي عليها ديت. فبروح جايه قلبه البطه على وشها او ظهرها وتتحمر تاني. زي ما انتوا شايفين خلصت كده، وهندور بقى اغسل المواعين اللي انا وسختها عشان لما اطلع من المطبخ ما يكونش معايا اي مواعين. فزي ما انتوا شايفين كده هظبط الدنيا واظبط الكاميرا وافضي طبعا الحله بتاعه الشوربه، لان الحله بتاعه الشوربه طبعا كبيره عشان تاخد معايا البطه، فهفضيها في الدقية الصغيرة ديت، لان الدقية ديت انا بفضي فيها اي بواقي اكل واحطها كده على رف التلاجة. بس الشوربة لسه سخنة فاحطها لغاية ما نتغدى، وبعد كده احطها في التلاجة. زي ما انتوا شايفين فضيت الحلة، وهحط شوية صابون وشوية شوية من اللهلوبة طبعا اللي ورا ديت البيضة اللي ورا، وحلملم طبعا الازايز، ولملم طبعا حاجات الشاي، وافضي الرز ده طبعا للطيور. ما بقتش برمي اي حاجة، فبلملم كده حاجات الطيور على ناحية واظبطها واحطها كده في جنب. فزي ما انتوا شايفين هجيب بقى حاجات الشاي اللي احنا كنا عاملينه نفطر بكوباية شاي كده. يوم الجمعة ما بنفطرش، بنجيب كوباية شاي كده على قرصة، او لو عندي جبنة حادقة
على نص رغيف عيش بيكون اللهم لك الحمد. فالحمد لله نحمد ربنا على أي حاجة وكل حاجة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، طبعا أول ما ببدأ بغسيل البراد والكوبايات الشاي والصينية بتاعت الشاي قبل طبعا ما السلكة تتزفر معايا. لو بدأت في غسيل المواعين ولقيت معايا كوبايات شاي فبسيب كوبايات الشاي للآخر واقطع لهم سلكة جديدة. فزي ما انتم شايفين كده ببدأ بيهم طبعا، وبشطف طبعا الصينية ديت لان كنت منقية رز وانا بشرب الشاي كده، فطبعا كنت بشيل الرز الشعير من الرز وكده، ولو لقيت زلطة لو لقيت حاجة بحطها على الصينية عشان طبعا ارميها في الزبالة. فزي ما انتم شايفين انا شغالة على السريع ومسرعة لكم الفيديو لان الفيديو ده كان عبارة عن 45 دقيقة. فقصيت منه كده لحد ما بقى 22 دقيقة او 21 دقيقة. زي ما انتم شايفين بجيب حتة طبعا من اللهلوبة وبحطها طبعا في البريل لانها بتخلي المواعين الالمونيا تلمع معايا جدا جدا، بتخليهم فل 10/10. زي ما شايفين كده يا حبايبي طبعا لازم ندوس على الألمونيا عشان تلمع معانا. الحلة دي بقى انا مخصصاها للفراخ والبط. فزي ما انتم شايفين لو في فرخة ممكن اعملها في حلة ستانلس او حلة ما تاخدش غلبة معايا في الدعك. فلو في حلة ستانلس او حلة من اللي هي بتبقى حمراء او زرقاء بروح حاطة الفرخة فيها لان الفرخة بعملها على الناشف. اما البط بحطه في حله ألمونيا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي جبت الازايز طبعا وحطيتهم كده شطفتهم كده بالميه عادي، وقلت املاهم على السريع لان طبعا انا بحطهم تحت الفلتر فبياخدوا وقت شويه، فقلت ايه اركنهم واخليهم يتملوا براحتهم. وما رضيتش طبعا ان انا اغسلهم بالسلكه لان السلكه طبعا اتزفرت معايا من الحلل ومن المواعين اللي انا غسلتها، فقلت املاهم كده واشطفهم تشطيفه بالميه، ولما اخلص اللي ورايا يبقى اقطع حته سلكه جديده كده واغسلهم بيها. زي ما انتم شايفين بحاول ان انا طبعا اغسل كل حاجه على السريع كده لان طبعا يوم الجمعه ده قصير جدا وان ما كنتيش بتقومي بدري مش هتخلصي اللي وراكي على طول. زي ما شفتوا كده يا حبايبي خلصت المواعين وشطفتها، وكل ما اخلص من حاجة في الحوض الاقي حاجة تاني اتولدت لي، يعني المواعين بتولد مواعين. فزي ما انتم شايفين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. خلصت كل المواعين، كان كمية كبيرة، وبدأت طبعا ان انا اغسل الحوض كده علشان طبعا انزل كل الرواسب اللي عليه والمعه كده، لان طبعا بيكون واقع سكر بيكون مطرطش مثلا شويه شوربه وانا بغسل المواعين، فلازم المعه كده طبعا عشان الدبان وعشان الحشرات.
وباجي على الجنب التاني طبعا بدي مسحة كده طبعا عشان الصابون بيكون طبعا مغرق الدنيا معايا. فزي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا الملم كل حاجة والمع كل حاجة. وطبعا المواعين بسيبها نص ساعة كده تتصفى وتنشف خالص، وبعد كده اخدها اظبط الدنيا وارتب كل حاجة مكانها. زي ما انتوا شايفين شطفت برضو علبة البريل والعلبة بتاعت اللهلوة، وبشطف طبعا الحامل بتاع المعالق ده طبعا لانه بيكون متوسخ من تحت كده، فبحاول ان انا انضفه كده على الماشي وعلى السريع. وان شاء الله نعمل كده روتين جامد الفترة اللي جاية، ونظبط كل الحاجات اللي في الحامل بتاع المعالق ده. زي ما انتوا شايفين خلصت كل الجنب ده ورتبته كده على الماشي يعني. والحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي المحشي بتاعي اهو بدأ ان هو يخش في مرحلة الغليان كده، ياخد فرتين كده واروح موطية عليه، وبعد كده اغرف للاولاد ولينا طبعا. فزي ما انتوا شايفين وتعالوا كده نبص على البطة اللي انا حطيتها طبعا تحت الشواية في الفرن. زي ما انتوا شايفين اهو خدت الوش بتاعها، وحاسبها في الفرن برضه عشان ما تبردش معايا لحد ما المحشي بتاعي يستوي، وبعد كده اطلع الاتنين من الفرن يكون الاتنين سخنين مع بعض. زي ما انتوا شايفين اهو بقى كل شوية برضو بمشط على المحشي عشان طبعا ما يتلسعش معايا من الجناب ويبوط عليه على طول. رتبت كل الحاجة وخليت الأولاد ياخدوا الأكل بتاع الطيور اللي أنا كنت مخلياه على جنب، ياخدوه يطلعوه للطيور فوق. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي تعالوا بقى علشان نغرف مع بعض، لان في الوقت ده كان كل حاجة بقت جاهزة. حطيت الصينية هنا على الحوض عشان طبعا الطرطشة وعشان طبعا ما بهدلش الدنيا، وهبدأ ان انا اغرف كده. زي ما شفتوا كده يا حبايبي غرفت كل حاجة، وهحط طبعا الشوربة وهجيب الليمون وحطيت المعالق وهظبط الدنيا، وبألف هنا وشفا على قلبهم. وبهنا يا حبايبي بيكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك اشعار بيه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.